طبيت حتى تشوف فيديو نبأ مو. حاب أقول لك شي. اعتبرها صور أختك منشورة ولا تظل تدور الموضوع من أنا وخليه ينسد. أتمنى هذا الشي، لأن ذا اليوم دورت على فضيحة بنية باكر يدورون على فضيحة أختك أو بنتك أو أمك. تقول ما عنده أخت ولا عندي أم، باكر أنت تتزوج ويصير عندك بنية. أوكي. والله يطلعها بكل شخص. يعني أعتقد بهذا الشي، كون واثق من هذا الشي. البنية خطأت وكلنا نخطأ. قبل ما نباوع على فضايح الناس خلينا ننتبه لعيوبنا. الله دا يراقبنا، عوفنا من الله. يعني ما اريد اصير متدين براسك، بس تذكر شيء انه كلنا نخطأ، كلنا نسوي هذا الشيء، ومو كلنا انبياء. يعني البنية خطأت، بس هذا واحد ساقط، عرض ما عنده بيه حظ. والله هو عرضه مو ما بي مشكلة، بس هو المشكلة يعني ابن شارع. اوكي. ابن شارع وسوى هيك. ليش مو كلنا؟ انتم الشباب تدرون، انت البنات مو تدرون. كلنا نسوي هذا الشيء، اغلبنا مو كلنا. اوكي. بس ما نطلع على العالم، ما نشهر بنات الناس. عيب هذا الشيء. عيب. يعني انتم تستغلوا مواقع التواصل بشيء حلو. صار لكم 10 سنوات على مواقع التواصل، لحد الان بعدكم تدورون فضيحة فلانة وفضيحة فلانة. يوتيوب اطب للقرآن القى مشاهدات 13 مشاهدة، واطب فضيحة الفنانة مدري منو القاها مدري ايش قد، يعني بالملايين. فضيحة بنت فلان بنت. بابا بطلوا بطلوا على دينكم بهذا الشهر الفضيل.